أنا بقعد معك على الطاولة براهن على شغلة وحدة، على عقلي، بحاربك بعقلي، بحاورك بعقلي، ولك إذا بدي حبك أنا مرة بحبك بعقلي. هالقد أنا بالنسبة لإلي بشكر الله، مش على الشكل الحلو، بشكر الله على نعمة العقل اللي عطيني إياها، لأنه أنا لو مع عقلي ما كنت وصلت لو ولا أي شيء وصلت له بحياتي. مشان هيك أنا دايما بس أحكي معها بقول لها كوني قوية، كوني قوية بعقلك، كوني قوية بثقافتك، فكرك، غزي هيدا الدماغ اللي عندك إياه. الجمال وين بعد في بنت مش حلوة، ولكن وين في بنات عندن عقل واعي وناضج؟ طلعي احكيه، قولي انت مين، احكيه عن الأنا. قال انه عيب نقول أنا، ليه عيب قول أنا لبكرة، أنا اليوم وأنا بكرة وأنا امبارح وأنا بعد بكرة، أنا القوية وأنا الناجحة وأنا اللي وقفت وأنا اللي ما حدا كسرني وأنا اللي نجحت. ولكن بدي أقول لهم شغلة، في فرق كتير كبير بين إني غذي عقل المرأة وبين إني غذي إيجو المرأة. لما غذيها الإيجو تبعها فقط عم دمرها، بينما لما غذي لها عقلها، العقل رح يغذي الإيجو والكرامة والمبادئ والحقوق وال بحياتها، فرح تنطلق وتنجح. انت كمرأة انتبهي بين انك تغذي الإيجو تبعك بس وبين انك تغذي عقلك تتقدري توصلي لكل شيء بدك اياه بالحياة، مثل ما انا وصلت وبعد اكتر.